وعدت الأيام بينهم ورجعوا لحياتهم الطبيعية زي الأول. بس كانت في حاجة مكسورة في قلب ميادة، دايما بتضغط على نفسها عشان تتقبل عزت والعيشة معاه. وفي يوم كان واقف في شقة حلوة قوي ومعاه نوسة اللي بتقوله: الله، الشقة تجنن، ناقص بس تقعد فيها وانت كاتب عليا. يا بت، ما انا كاتب عليكي، هو احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ قول لنفسك وشوف مين فينا اللي بيضحك على التاني. انت كاتب عليا عرفي، عاجبك ولا بلاش منها خالص يا نوسة، والغي عقد الإيجار اللي كتبته بتاع الشقة دي ونقطع الورقة. لا يا أخويا خلاص، كفاية إني معاك، والله لو حتى في عشة أنا موافقة. هي بعيدة عنك يعني العشش؟ ما انت ياما بتتقفش فيها. يوه، انت ليه دايما مصمم تفكرني بالماضي؟ وبعدين قلتلك إن مفيش حد غيرك في حياتي، هي اللي تعرفك يا زوزو، تعرف غيرك؟ عارفة يا بنت يا نوسة، أنا متمسك بيكي ليه؟ عشان بحس إن أنا مقبول وأنا معاكي، على عكس مراتي اللي دايما شايفة نفسها إنها أحسن مني وإن أنا تقيلة عليها. مراتك إيه؟ ما تجيبش سيرتها يا راجل قدامي، بغير عليك. طب تعرف، أنا لو مكانها وكنت شفتك مع واحدة غيري، طب والله ما كان يكفيني فيها إن أرميها من فوق. ده عشان انتي بتحبيني يا نوسة، إنما هي أبدا، ده تلاقيها فرحت عشان كانت هتخلص مني. طب يا أخويا، مادام انت عارف إنها مش بتحبك ومش عايزاك، مكمل معاها ليه؟ ما تطلقها وخد عيالك منها وأنا أشيلك في عينيا. بس يا نوسة، بس يا حبيبتي، أنا يا بت أخليك انت تربي عيالي؟ وبعدين أنا قلتلك هي مش بتحبني، بس أنا بحبها، بحبها من وهي لسه عيلة بضفاير، وأنا بتمنى إنها تبقى مراتي. آه، بتحبها بأمارة إن أنت بتخونها معايا. أيوة بخونها، ما هي تستاهل، وتستاهل إن أنا أكسر دماغها على اللي بتعمله معايا. بقولك إيه يا بت انتي، يلا بقى اعملي لنا القعدة الحلوة كده، خلينا أشوف حالي وانتقم منها. طب تعالى يا أخويا، تعالى فرجني على باب الشقة، وبلاش سيرة مراتك النكد دي. في الوقت ده كانت ميادة قاعدة في شقتها بتذاكر لولادها. أمها قاعدة قدامها ماسكة طبق حلويات وبتاكل فيه وبتقول: مش ناوية تخوي عيالك يا بت يا ميادة؟ اسكتي يما، الكلام ده مش قدام العيال. هو مالهم العيال يا بت؟ اشغلي جوزك بعيل كمان، أحسن يفكر يخونك تاني. يما، العيال كبار وبيفهموا، وطي صوتك. وبعدين ما تقلقيش، عزت مش هيكررها تاني، عشان هو عارف لو اتكررت المرة دي همشي ومش هيحصل تاني وارجع له. قوليلي يا بت، أمه بتيجي هنا؟ أيوة، بتطلع ساعات تعكنن عليا وتنزل. عكنني على أبوها انت كمان. المهم يا بت، ما معكيش فلوس؟ عايزة 200 جنيه سلف وهرجعهم أول ما أقبض المعاش بتاع أبوكي. حاضر يما، ومش عايزاهم، خليهم معاكي، وسعي بيهم على نفسك انت وابويا. يسلم اللي بيديكي فلوس ومخلي بيتك عمران. راحت ميادة جابت فلوس كتير وقالت بهدوء: خدي يما، خدي اللي تحتاجي منهم، والباقي اديه لمرات احمد عشان مصاريف علاج الولا. يوه، هو انت لسه مصدقه اللعبه الكدابه دي؟ لعبه ايه يما؟ مش فاهمه، بتضحكي على ايه؟ أخوك يا بت عمل عليك الحوار ده عشان ترجعي لعزت، إنما ابنه زي الفل، مفهوش أي حاجة، ألف بعد الشر عليه. اتملت عيون ميادة بالدموع. انتي بتتكلمي بجد يما؟ أحمد ضحك عليا عشان أرجع لعزت تاني؟ يا بنت كان عامل على مصلحتك، وبعدين ما هو كمان بيته كان هيتخرب لو كنت اتطلقتي وعزت هيطرده من الشغل. ابنك واخد كلية كويسة يما، كان هيلاقي ألف شغلانة، والشغل مال البلد. انتوا ما تعرفوش عملتوا فيا ايه، منكم لله. انا كل ليله بيتداس على كرامتي وانا عايشه مع راجل بيخوني وبيذلني بالفلوس اللي بتاخدوها منه. حد منكم فكر مره واحده بس انا عايشه ازاي؟ رجعت تاني يا بنت بطني لدموع التماسيح والكلام الخيب ده. يا بت، مالها عيشتك؟ دي ألف واحدة تتمنى تبقى مكانك.
خلاص يما، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في ابنك، هو السبب في الغلب اللي أنا فيه ده. لو كان ظلمك يبقى انت بقى اللي ناكره الخير، ده بدل ما تشكريه. على العموم يا اختي، انا هاخد الفلوس دي، عايزه برضه اجيب حته لحمه لابوكي يرم بها عظمه من العلاج اللي ببلبع فيه طول النهار. وقامت فايزه وقفت وقالت: اسمعي يا ميادة، الست الشاطره تتحمل وتصبر على نصيبها، لكن اللي بتتطلق تبقى خربت بيوت، وانا بنتي مش خايبه ولا خربت بيوت. ياما اللي بتتطلق عشان كرامتها بتشتري نفسها وراحتها، عمرها ما تبقى خربت بيوت ياما. يا بنت ده كلام أفلام، الواقع يا عين أمك حاجة تانية. بص لعيالك وبعدين فكري كويس في كلامي، هتلاقي نفسك عبيطة. يلا فوتك بعافية وخلي بالك من بيتك ومن جوزك. مشيت فايزة وميادة فضلت قاعدة متضايقة. وبالليل رجع عزت من بره، وكان يوسف ابنه قاعد بيتفرج على التلفزيون. ايه يا واد يا يوسف اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ واختك وامك فين؟ ملك يا بابا نزلت تبات عند تيتا، وماما جوه زعلانه. وايه الجديد يعني؟ ما امك على طول زعلانه. خش نام يلا. لا يا بابا، هخلص الفيلم الاول. اسمع الكلام يا ولا، وادخل نام يلا، عندك مدرسه الصبح بدري. سمع يوسف كلام ابوه ودخل نام. وقام هو دخل اوضته، لقى ميادة قاعدة بتقلب في موبايلها وشكلها متضايق. قال لها بنبرة كلها غضب: بقولك ايه، انا جاي مزاجي رايق، افرضي خلقتك دي بدل ما تبقى ليلة سودا على دماغك. قامت وقفت قدامه وقالت: بتذلني كل يوم بالفلوس اللي اخويا خدها منك، لا طلع هو اخد فلوس ولا اصلا ابنه تعبان، وكان كل ده فيلم عملته انت وهو عشان بس ارجع لك. المهم ان انت رجعتي بيتك، وبعدين هو انت كنت عمرك تحلمي بربع العيشة اللي انا معيشها لك؟ انت تحمدي ربنا اني باقي عليكي، بس منه لله قلبي هو اللي ماسك في واحدة زيك. بطل كدب على نفسك، انت عمرك ما حبيتني، بس انا الوحيدة اللي اقدر اتحملك من اول يوم اتجوزتك فيه لحد النهاردة. وانت كل يوم بتذلني انك اتجوزتني عشان من مستوى اقل منك، وانك بتدي اهلي فلوس ومشغل اخويا عندك، ولما تبقى متعصب بتمد ايدك عليا ومش بتفكر للحظة واحدة في اللي انت بتطحنها دي بني ادمة بتحس وبتتوجع من عمايلك ومن كلامك. ده غير خيانتك ليا. وما تقولش ما كنتش بخونك، انا كنت بسمعك، كنت بسمعك وانت كل ليلة بتكلم ستات في الموبايل وتديهم فلوس وتقول كلام زي الزفت. سكت، ولما اتكلمت اول ناس رمتني تاني ليك هم اهلي. عرفت بقى انت ليه ماسك فيا واللي مفيش واحدة غيري تتحملك يا عزت. عزت اتوتر من كلامها ورد وقال: كنت ممكن تخليني احبك على فكرة، بس انت مش عايزة عشان انت اصلا متجوزاني غصب عنك. وبعدين اهو خلاص انت عرفت الحقيقة، هتعملي ايه يعني؟ مش هعمل، اديني صابرة ومتحملة حالي معاك، بس والله يا عزت لو فكرت تخوني تاني وقتها ما هتشوف وشي، لا انا ولا عيالك، والمرة دي مش هروح بيت اهلي. هو انت فارقة معاكي قوي خيانتي ليكي؟ ايوه طبعا فارقة معايا، اللي انت بتعمله ده حرام وجريمة من الكبائر. توب عن اللي عملته في الاول، وانا لما احس ان انت تبت والله هسامحك. وافتكر دايما ان عندك بنت خاف عليها احسن تتأذي بسبب عمايلك. قالت كلامها وسابته وراحت نامت في اوضتها، وهو غير هدومه ونام جنبها وبصلها بسخرية وقال: اتعدلي انت معايا وانا مش هخونك يا ميادة. ردت عليه وهي مغمضة عينيها: اللي انت عايزه هعمله ليك، ولو لقيتني مقصرة في حقك انت او البيت ابقى اتكلم وقتها، ولو مش مرتاح معايا وشايفني مش مكفياك طلقني واتجوز، لكن ما تروحش للحرام. وعدت الأيام وهي بتحاول تتقبله. وفي يوم كانت بتروق في شقتها ودخلت عندها حماتها، فتحت بالمفتاح اللي معاها وقالت: انت فين يا معدولة؟ بقى يا بنت ساعة بنده عليكي من تحت
وما انتش راضية تعبريني. خير يا طنط، ما سمعتكيش بتندهي في حاجة؟ بصت لها الست فتحية من فوق لتحت وقالت: مش تباركي لجوزك يا معدولة؟ أبارك له على إيه؟ مش فاهمة. اتجوز في السر البت نوسة بنت الأسطى فهيم الله يرحمه، جايب لها شقة سوبر لوكس بعيد عن المنطقة، بيبات عندها كل ليلة والتانية. تمام يا حماتي، ألف مبروك. أهو ده اللي انت فالحة فيه، ما هو بص بره من برودك ده. وعلى فكرة متجوزها بعقد عرفي، أنا اللي اسم أمه شكت فيه ودورت وراه لما لقيته بيبات بره كتير وانت قاعدة في البيت زي قلتك. أنا ما قصرتش مع ابنك في حاجة، واديني قدامك أهو، ولا مرة شفتيني مبهدلة نفسي ولا مبهدلة بيته. حتى ولاده دايما زي الفل وشاطرين في مدرستهم، بيصلوا وبيحفظوا قرآن. أعمل له إيه تاني عشان أملى عينه؟ بس انت نسيت تربي ابنك، عشان كده طلع عينه زيغة. مهما عملت هيسيبني ويروح يبص للزبالة اللي تحت رجليه. بقولك ايه، الكلام ده يا حبيبتي تقولي لجوزك مش ليا انا. بس بدل ما تلوميه شوف انت مقصرة في ايه وحسني من نفسك، نسوان خايبة. قالت فتحية كلامها ومشيت. ميادة راحت قعدت على الكنبة وفضلت تعيط. مسكت موبايلها وكلمت واحدة صاحبتها. الو، ايوه يا لبنى، كنت عايزاكي تشوفي لي شقة في المساكن اللي قلت لي ان جوزك يقدر يخلصها. عينيا يا حبيبتي، بس الموضوع ده هياخد وقت. يعني جوزي لحد لما يدخلك في اللي هياخدوا شقق السنة دي هيبقى بعد كام شهر، وهتدفعي كتير شوية، يمكن الضعف. يا ستي مش مشكلة بالنسبة لي، مبلغ صغير، المهم ان انا اجيب حتى شقة اوضة وصالة. تمام، ما عندناش اغلى منك نمشيله الحوار ده من تحت الترابيزة يا حبيبتي. بس قوليلي بقى، هو ايه اللي حصل؟ هو جوزك عمل حاجة تانية؟ ايوه يا لبنى، البيت طلع متجوز عليا عرفي. امه جت هنا وقالت لي وشمتنا فيا، وجايه طبعا تطلع العيب فيا. يا دي النيله، انا قلت خلاص اتلم وتابع عن اللي بيعمله. لا يا حبيبتي، انا اللي عبيطه فعلا، عشان صدقته وفكرت انه اتغير. هو بني ادم مريض وعمره ما هيتغير، وانا تعبت ومش هتحمله تاني. طب بقولك ايه، لو معاكي قرش خليه للزمن وروحي اقعدي في بيت اهلك. للأسف هيرجعوني ليه تاني، وأنا مش عايزاه. ما بقتش طايقاه يا لبنى، مش هقدر أتحمل تاني. انت عارفة، برغم ان انا اتنازلت وعديتها هو برضه ما اتغيرش معايا، لسه ايده طويلة ولسانه طويل. بعايرني هو وامه، بعايروني باهلي وفقر حالهم. خلاص هكلم جوزي في موضوع الشقة، وفي اقرب وقت هتلاقي الشقة موجودة. بس انت الفترة دي هتعملي ايه؟ دي آخر حاجة هتحملها لحد ما ألاقي مكان أقعد فيه أنا وعيالي. آخره معايا قعدتي في بيته، لكن ولا هيطول مني شعرة واحدة تاني. ربنا يسترها عليكي يا حبيبتي، منه لله. على العموم هكلم جوزي وأقولك إيه الورق اللي محتاجينه وعايزينه ضروري. قفلت مع صاحبتها وقضت اليوم كله لوحدها لحد لما رجع بالليل. ميادة، جهزي لي الأكل عشان جعان. الأكل جاهز أهو، والعيال مستنيينك على السفرة. طيب، هدخل اغير هدومي وجاي. انت كويسه؟ عينيكي حمرا كده ليه؟ هو انت كنت بتعيطي ولا حاجه؟ لا ابدا، ده البصل وانا بطبخ حرق لي عينيا، ما تشغلش بالك انت. سلامة عينيك يا ام العيال، قال كلامه ودخل اوضته. بصت له هي بغيظ وجهزت الاكل، وقعدوا كلهم اكلوا. كانت كل شويه تبص له بقرف من تحت لتحت. وبعد ما خلص اكل قال: انا داخله انام شويه، العيال عندهم دروس ولا لا؟ أيوة، شوية وهينزلوا، السواق هيوديهم ورجعهم. طب كويس، مش عايز دوشة بقى، وابقي تعالي نامي جنبي انت كمان. أمك زعلانة مني، عايزة أنزل أروق الشقة. سيب أمي دلوقتي، قلتلك تعالي نامي جنبي شوية. انت هتكلمها هتعمل مشكلة وتنكد عليا. ادخل نام انت يا عزت، وانا هنزل لأمك اشوفها عايزة ايه. مش قلتلك انت وليا وش فقر، الواحد بقى يكره يجي البيت. قال كلامه وهو في منتهى العصبية، ودخل اوضته ورزع الباب وراه. وهي بصت لولادها اللي كانوا خايفين. ما تخافوش يا حبايبي، مفيش حاجة،
ده بابا بس تعبان شوية، كملوا أكلكم يلا عشان تغسلوا إيديكم وتجهزوا للدرس. وبعد شوية راحوا ولادها الدرس، وهي نزلت عند حماتها وأخدت معاها طبق كبير فيه كيكة. وأول ما دخلت عند حماتها قالت: حسيت إن أنا زعلتك بكلامي من شوية وقلت أجي أصالحك. يا سلام يا عين أمك، ومن إمتى يا بنت الحنية دي؟ في إيه يا بنت فايزة؟ اعتبريها من النهاردة. المهم ما تجيبش سيرة لعزت إني عرفت حاجة عن جوازه في السر. أبوس إيدك يا ماما، ما تخربيش بيتي. ماما كمان؟ وبعدين انت عايزة يا بنت تفهميني ان انت هتسكتي على جوازته في السر؟ اقطع دراعي ان ما كنت بتحوري عليا يا بنت فايزة. لا يا ماما مش هسكت، انا هاخد حقي من البنت اللي خطفت جوزي، بس هغير من نفسي زي ما انت قلتيلي، هبقى شاطرة زيك بالظبط واخليه ما يبصش بره. ولا انت عايزة واحدة ما تسواش تيجي تضحك على جوزي وتاخده مني انا وانتي؟ ابني يا اختي يعمل اللي هو عايزه، ودي مشكلتك انتي. عايزاني اسكت؟ هسكت يا بنت فايزة، بس لو لقيتك بتتعبي ابني ولا منكدة عليه هقوله ان انت بتعرفي الجوازة اللي في السر، وهقلب حياتك وحياته، هخليه ياخد منك العيال ويرميكي في الشارع. وانت عارفة كويس قوي هو ازاي بيحبني وبيسمع كلامي. حاضر يا ماما، اللي انت عايزاه. انا هسكت وهعيش وخلاص من غير ما انكد عليه ولا ازعله في حاجه. ده عزت ده جوزي، هو انا طول العز والنغنغه اللي عزت معيشني فيها. انا بصراحه كده بصيت لنفسي وعرفت ان انا اللي غلطانه ولازم اصلح من نفسي. خلاص كده تعجبيني، قومي يلا روقي لي الشقه، عايزاها تبقى انضف من وشك. ابتسمت ميادة بصعوبه وقالت: حاضر يا ماما، عيوني الاتنين. وعدى شهر في التاني وميادة متحملة عيشتها مع عزت، لحد ما في يوم كانت قاعدة في أوضتها ودخل عزت وقال: ازيك يا ميادة؟ وحشتيني قوي يا بنت. خير يا عزت، جاي بدري عن ميعادك ليه؟ أنا قلت أجي أقعد معاكي شوية والعيال في المدرسة عشان نتكلم براحتنا. يعني إيه يعني؟ في إيه يا عزت؟ قلقتني. مالك يا بت؟ واخدة مني جنب ليه؟ بقيتي بتسمعي الكلام واللي اقوله بتعمليه، انا وامي. ايه الحكاية؟ انا مش مطمنلك. يعني لا كده نافع ولا كده نافع. مش انت وامك عايزيني مرمطون في البيت، خدامة تقول حاضر ونعم؟ اهو بعمل لكم اللي انتوا عايزينه. بس الحال ده ما يعجبنيش. انت كل يوم بتروحي تباتي عند عيالك في الأوضة، ولما اقولك تعالي باتي عندي في الأوضة تطلعي بألف حجة. انا قلقان منك وحاسس ان انتي وراكي حاجة كبيرة قوي. انا تعبانة يا عزت، انزل بقى من على دماغي. اهو بدأنا الكلمتين اللي مش بيعجبوني. بقولك ايه يا بت، اتعدلي معايا والا اتجوز عليك التانية. بصيت له ميادة بسخرية وقالت: على اساس يعني انك ما جبتهاش يا عزت؟ ما انت برضو متجوز في السر، متجوز نوسة اللي سمعتها على كل لسان. اتوتر عزت وبعدين قال بحدة: انت جبت الكلام ده منين؟ عارف، انا صدقتك ووثقت فيك، قلت ان انت اتغيرت لحد من كام شهر. امك جت وقالت لي امك شكت فيك وانا لا. تخيل. وبعدها انا كمان اتأكدت ان انت متجوز عليا. حبيبتي ده جواز عرفي يعني مش حقيقي، انت اللي مراتي رسمي وقدام الناس كلها. وايه كمان يا عزت؟ قول، انا سامعاك. ما هو كله بسببك، انت اللي مش بتحبيني، انت اللي مش عارفه تريحيني. ما كفايه بقى، اتحمل ولو لمره واحده غلطك من غير ما تقول ان انا اللي غلطانه. عارف يا عزت، انت اكبر نطع شفته في حياتي. احترمي نفسك يا مياده، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طب والله العظيم انا كده محترماك، والنطع ده بقى موجود كتير قوي وسط الرجاله. فاكر نفسه راجل بس هو ناطع في بيته، عايز يمتلك مراته وعايشها جاريه تحت رجليه، يعمل ما بداله بره. ولو هي اتكلمت تبقى خربت بيوت ومش وش ناعمه. ولو راحت رفعت عليها قضيه وخلعته الدنيا كلها تقول عليها وحشه ويقولوا عليها ناشز كمان. اه خلصت المحاضره بتاعتك؟
الموضوع ده يتقفل، وانا خلاص زهقت من البت نوسة وهسيبها. انسي بقى كل اللي حصل. لحد امتى؟ لحد امتى هفضل اتحمل غلطك وانساه يا عزت؟ عايزة ايه؟ انت دلوقتي خلاص طلاق، مش هطلقك ومش هسيبك تبعدي عني، لا انت ولا عيالي، وقلت لك غلطة ومش هتتكرر تاني. اديني قاعدة يا عزت، هروح فين؟ بس بالله عليك خليك في حالك وانا في حالي. انا هسيبك كده لحد لما تهدي، بس احنا هنرجع زي الاول. انا بحبك انتي ومبقاش مبسوط غير معاك يا ميادة. قال كلامه وسابها ومشي، وهي قعدت دموعها على خدها. راح هو لشقته هو ونوسة، وأول ما دخل لقاها قاعدة بتتفرج على التلفزيون. جريت عليه وقالت: كويس إن أنت جيت، عندي ليك خبر حلو قوي هيفرحك. عايزة إيه يا نوسة؟ أنا جاية أقولك ما تقولش حاجة، أنا حامل، وأن الأوان بقى تكتب عليا رسمي، خلي الدنيا كلها تعرف إن إحنا متجوزين. وحياة أمك يا بت، هو أنت فاكرة يا بت إن أنا ممكن أتجوز واحدة زيك وتبقى أم عيالي؟ هو ليه لأ؟ أنا إيه اللي ناقصني عشان ما بقاش مراتك قدام الناس كلها؟ للحق أنت فيكي كل حاجة وست كمل، بس ناقصاكي سمعة، وهو ده اللي هيخلي أي راجل يبعد عنك وما يتجوزكيش يا نوسة. لا والله، وانت اللي الشيخ في نفسك، ما انت متجوزني وكنت بتعمل المستحيل علشاني، عشان اتجوزك في السر، وكنت برضو بتخون مراتك معايا. مراتي عرفت يا نوسة، وعشان اصلحها انا جاي اطلقك. ايه؟ واللي في بطني يا عزت؟ شيلتك وشيليها لوحدك. انا من الاول معرفك اني بحب مراتي وعيالي ومش عايزه اخسرهم. هو انا مش هنزله، هو زي ما قلت لك انا كده كده سمعتي بايظه، وعليا وعلى اعدائي بقى، وهعرف الناس كلها اللي كان بيني وبينك واني حامل منك. انت بتهدديني يا بت؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ لا، انت اللي نسيت نفسك، والله العظيم لا اقول للناس كلها على كل اللي كنت بتعمله معايا يا عزت. جت تمشي مسكها من شعرها: انت رايحه فين يا روح امك؟ هو انت فاكره يا بت اني هسيبك تفضحيني؟ ده انا اخلص منك ولا حد يعرف لك طريق جره. انت جاي تعمل راجل عليا؟ اعمل راجل على مراتك اللي مش طايقاك، وتلاقيها هي كمان بتخونك زي ما انت بتخونها. اتعصب عليها ونزل بايده على وشها: اخرسي خالص، واياك تجيبي سيره مراتي على لسانك يا قليله الادب يا رخيصه. وقعت نوسة على الارض، مسك المخده ونزل ضرب فيها: هو انت فاكر نفسك ايه؟ والله لافضحك، الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس. مسك المخده حطها على وشها: اخرس يا بت، لا عاش ولا كان اللي تهددني ولا تفضحني. وبعد شويه شال المخده من على وشها، لقاها راحت للي خلقها ما بتتحركش، هزها بخوف وقال: نوسة، انت يا بت قومي يا بت، ما كنتش اقصد، انا كنت عايزه اخليكي تسكتي وبس. بت يا نوسة، قومي يا بت. وبعد شويه كانت قاعده مياده في شقتها وهي مصدومه، وفتحيه بتعيط: اكيد حد لبس ابني في الموضوع ده، انا ابني متربي ما عمره ما يقتل. بيقولوا اعترف يا حماتي، انا كلمت المحامي، المحامي قال انه اعترف على نفسه، والجيران كسروا الباب ومسكوه وهو متلبس. خلاص يا حماتي، خلصت، عزت خلص وراح بقى لحال سبيله. هي يا اخي خلصت روحك يا رب، انت السبب، انت اللي عملتي في ابني كده. لا، انا لا عملت ولا سويت، واصلا سايبها لك وماشيه انا وعيالي، وابنك هتطلق منه بالمحكمه، والحمد لله انه بقى في ايد الحكومه دلوقتي، ما يقدرش يستقوى عليا زي زمان. ومشيت فعلا ميادة، واخدت ولادها معاها، عاشت مع ولادها في شقه اوضه وصاله جابتها ليها صاحبتها وجوزها. وفي يوم راحت لها امها وقالت: بقى يا بنتي يا ميادة قاعدة هنا في شقة أوضة وصالة، بدل يا بنتي ما ترجعي في عز جوزك وتقعدي هناك. يا بنت كل حاجة بقت باسم عيالك، يعني تاخدي كل حاجة وتطردي أمه. ما بقاش جوزي يما، أنا اتطلقت منه، وفلوس ولادي هتتشال في البنك، لما احتاجهم هطلعهم. أنا دلوقتي بشتغل وهصرف على عيالي من شقاية، ولما يكبروا يبقوا يستلموا ميراثهم. يا بنت انا كنت جايه اقولك روحي هاتي الفلوس وساعد اخوكي، هوني عليه،
خليه يعمل مشروع. بعد ما خلاص أخوكي ساب الشغل مع جوزك، هو ابنه جاله المرض الوحش ومات، كل ده بسبب تفويلكم عليه. هو أنا ياما اللي كنت فولت على الولد بالمرض لحد لما جاله وراح فيها؟ ابنك ياما اللي عمل كده عشان خاطر الفلوس، ما كانش عايز يرجعني لعزت عشان خايف على بيتي، لأ، كان خايف على شغله هو وبيته والفلوس اللي بياخدها من عزت. اتغريتي قوي يا ميادة وبقيتي خبيثة. لا ياما، بقيت اعرف اخد حقي، ما بقيتش عبيطة زي زمان. وعيالك يعرفوا ان ابوهم واخد سجن 25 سنة. لا ياما، لما يكبروا هقول لهم. وعزت انا ياما نصحته وهو ما سمعش نصيحتي، ربنا يسامحه بقى وعلى الله يتوب وهو في السجن، عشان لما يقابل ربنا يقابله وهو نضيف. مشيت الأم وميادة قفلت بابها على نفسها وعملت مشروع صغير من البيت وأكلت عيالها بالحلال. كملت حياتها هي وولادها بعيد عن مشاكل عزت وأمه وأمها الاستغلالية وأبوها ضعيف الشخصية. أبوها كان بيحبها صحيح، لكنه كان ضعيف الشخصية قدام الأم وقدام ابنه، وأخوها كان طماع. وده الحل الأمثل، إنها ما صدقت طاقة نور اتفتحت ليها، سابت الدنيا الوحشة والناس الوحشة، الناس الاستغلاليين، وعاشت لوحدها. حكاية ميادة خلصت في مليون ست عايشة تحت رحمة راجل لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل زي ما بيقولوا. بندعي لهم من كل قلبنا ربنا يهونها عليهم. وعايزة لو واحدة عندها حكاية زي حكاية ميادة تحكي لنا عشان نستفيد من خبرتها وندعي لها كمان. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش إن اللايك والتعليق هو اللي بيرفع القصة. أديني بفكركم علشان عارفة إن انتوا بتنسوا. وما تنسوش كمان جروب الواتساب بتاعي موجود في أول تعليق مثبت، وموجود كمان في وصف كل فيديوهاتي، وهناك بنرغي كتير مع بعض. أسيبكم في حفظ الله.